لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في الصين قمة تجمع بين المتصدر ومطاردة، بين الاتحاد والنصر، حكاية تحدي وإثبات ذات وانتصار مدرج، ليلة مليئة بالتحديات تماما في هذه الأمسية، في هذه المباراة، في هذا الملعب، في هذه الملحمة، مثل أجواء النهائيات. كل شيء يدعونا للاستمتاع مع حضراتكم في ركب تسديدة قوية لكنها صدمت في المارو وعادت بعد ذلك إلى غريب على تنفيذ ركنية نصراوية عرضية بالراس، لكنها كرة العمري سهلة إلى حارس المرمى مارس. حمد الله يحاول الدخول لروما وتسديدة لكن بعد يتدخل. يا الله ولع اليسار، محاولة اتحادية بينية للاتجاه البيشي لكن التغطية بمبدأ الأمانة. الفارو غونزاليس يخرج الكرة إلى ركنية قوية، محاولة تسديد كرة مرة أمامية حلوة 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 لكنها لم تكتمل. بين طارق حامد، واحدة بين القدمين، ساحر هذا كريستيانو، حلوة من جانبي من جانب خطير. حمد الله حمد الله حمد الله حطها لكنها بعيدة، وبعد ذلك إلى ضربة مرمى. خطير جدا عبد الرزاق حمد الله، عبد الرزاق حمد الله، وإن كان لم عودة للوراء إلى كونان، لمسة باتجاه غريب، تغطية وتدخل أقرب للبيشي لكنها صعبة، وبعد ذلك الحارس نواف العقيدي يحصل على الكرة، كانت طويلة على عبد الرزاق حمد الله. أبا مسعود عرضية داخل منطقة خطيرة، وبعد ذلك الكرة إلى ضربة مرمى. خطيرة اللقطة الماضية، خطيرة اللقطة الماضية، وبعد ذلك إلى كونان مرة أخرى إلى كريستيانو. تمرير الكرات بالراس معتمدا على طوله بالنسبة لرونالدو. غريب يحاول يمر، غريب يمر والتسديدة وكرة وفرصة. يا إلهي تسلل كورنادو، عرضية خطيرة لكن أقرب إلى نواف. خطيرة لمسة باتجاه طارق حامد خلف المدافعين، خطيرة لكن أقرب إلى حارس المرمى. نواف العقيدي يبحث عن حل، تغطية والتدخل من جانب إيغور كورنادو، يكسب خطأ على عبد الرحمن غريب في اللقطة الماضية. طويلة العقيدي خارج من مرماه، يبعد الكرة إلى رمية جانبية لعبد كريستيانو أمام إيغور كورنادو. خطيرة على مرمى جرويب، عرضية خطيرة لكن الحارس الأمين يتدخل بشكل مد الله. صلايهم عرضية خطيرة بالراس ولكنها مرت في الأخير إلى ركنية نصر على اليسار، وكرة اتحادية. المارو يتدخل، المارو في اللحظة الأخيرة، واحد من رجال هذه الفترة الأولى أو الشوط الأول للعميد في هذه الأثناء بكرة عرضية داخل منطقة. حجازي بالراس لكن كرة جاءت بعيدة كرة حجازي في الأخير تحولت إلى ضربة مرمى عند نواف العقيدي. أقامت جماهير عند مساحة وكرة تمرير المين. يا إلهي مش ممكن اللقطة الأخيرة، قريبة يا نصر على كورته حلوة باتجاه رومارينيو، مر وكرة روما 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 من لها غير روما. يا عميد لا جديد، يا عميد لا جديد. روما وشباك النصر، روما ومباريات النصر، الهدف الأول. صعب الجيش الملكي من مأمورية تأهله إلى ربع النهائي عقب خسارته بهدفين نظيفين أمام فيوتشر المصري في المباراة التي جرت أطوارها على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية. ودخل العساكر المباراة بعزيمة تحقيق الانتصار للعودة إلى الصدارة التي يحتلها بيراميدز المصري بعد انتصاره على أسكو ديكارات غولي ب4-0. وفي الجهة المقابلة دخل فيوتشر المباراة في جولتها الأولى بدون مقدمات
بعدما تمكن من افتتاح التهديف منذ الدقيقة 10 عن طريق اللاعب مروان محسن من ضربة جزاء. ولم تكن الجولة الثانية كما تمناها الجيش الملكي، بعدما تمكن فيوتشر المصري من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 49 عن طريق اللاعب حاثم الصوبي بالخطأ في مرماه. وسيواجه الجيش الملكي نظيره بيراميدز المصرية يوم الأحد المقبل 19 من مارس بداية من 7:07 مساء على أرضية مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.